بعد ما تأسسنا وعرفنا في الفيديوهات اللي فاتت ازاي نتأسس صح في لغة البرمجة او من خلال منهج برمجة، بعد كده هنوصل لمرحلة مهمة جدا. بعد مرحلة تعليم الاساسيات تعرف التراكات الموجودة او المشهورة، وبعد كده تختار التراك المناسب ليك. طب يعني ايه تراك؟ التراك يعني مهارة او مجال هتتخصص فيه وتقدر تكسب منها وتشتغل بيها، مش مجرد لغة برمجة بس، هو مجال كامل تقدر تدرس وتتطور فيه. في الفيديو ده هتكلم عن نظرة سريعة عن كل مجال وبيعمل ايه. اول مجال الويب ديفلوبمنت. يعني ايه ويب؟ دي المواقع اللي انت بتتعامل معاها كل يوم. الويب يعتبر الاسهل ونقطة انطلاق كويسة لناس كتير. الويب بيتقسم لجزئين، بيتقسم لفرونت اند وباك اند. الفرونت اند يعني الواجهة الامامية، الحاجات اللي بتتفاعل معاها وبتظهر قدامك، يعني شكل وتصميم الصفحة. الباك اند يعني اللي بيحصل ورا الكواليس، معالجة وتخزين البيانات وامان وكذا حاجة كده. مثال بسيط، لما تعمل انشاء حساب او تسجيل دخول، البيانات اللي بتتخزن في حاجه اسمها قاعده بيانات الداتابيز. في الباك اند لو جمعت الفرونت والباك مع بعض هيطلع حاجه اسمها فول ستاك، شخص متعلم التراكين وبيشتغل بيهم. لو تحب تكون شامل وفاهم كل حته من الموقع من اول ما المستخدم يشوفه لعند البيانات ما تدخل في السيستم، فهيكون مجالك فول ستاك. تاني مجال الاب ديفلوبمنت اللي هي تطبيقات. يعني ايه اصلا مجال التطبيقات ده؟ ببساطه اللي هي الابلكيشن اللي بتكون موجوده على الموبايل زي واتساب، انستجرام وغيرهم من الابلكيشن. هتتعلم ازاي تصمم تطبيق للمستخدم عشان يشوفه. هنا هتشتغل على الموبايل اندرويد او اي او اس. ثالث مجال الامن السيبراني، السايبر سيكيورتي. ببساطه هو مجال حمايه الانظمه والمواقع من الاختراقات او الهجمات اللي بتحصل كل يوم على الانترنت. يعني الناس اللي شغاله فيه شغلانتها انها تمنع الهاكرز من الوصول الى بيانات حساسه، فالموضوع كله على الامان. تحمي، تراقب وتصد اي محاوله اختراق قبل ما تحصل. وده كله بيتقسم لقسمين، الريد تيم او الهجوم، دورك تحاول تكتشف الثغرات وتهاجم الانظمه بطريقه اختراق اخلاقي. تاني حاجه البلو تيم، وده الدفاع، دورك تبني الحمايه وتراقب الانظمه تحميها من اي هجوم. كل قسم من دول ليه مجالات داخليه تقدر تختارها وتتعمق فيها. رابع مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الاله، وده معناه انك انت اللي هتبرمج الكمبيوتر او النظام عشان يفهم ويتعلم من البيانات، وده لوحده من غير ما تقول له كل خطوه. زي مثلا لما يوتيوب يقترح لك فيديوهات، المجال ده بيخلي الاله تفكر وتتعلم من التجربه، وده اللي بيخلي التكنولوجيا تتطور بسرعه رهيبه. هنا بتشتغل على بناء انظمه ذكيه، نماذج تتعلم من البيانات، وكمان التنبؤات. لو انت بتحب التفكير التحليلي والعمل على بيانات كبيره فده مجال بالنسبه لك هيكون ممتاز. خامس مجال تحليل البيانات او الداتا اناليسيس. مجال تحليل البيانات انك تجمع بيانات كتير جدا كلها من مصادر مختلفه وتبدا تنظفها وتفهمها عشان تطلع منها معلومه مفيده، زي انك تفهم من الارقام والسجلات ايه اللي ماشي صح وايه اللي محتاج يتغير. الشركات بتعتمد على محللين عشان ياخدوا قرارات ذكيه مبنيه على حقائق مش تخمين. تحليل البيانات يعني تاخد البيانات وتحللها، تستخلص منها مؤشرات تساعد الشركات تتخذ قرارات مبنيه على بيانات. ده مجال مطلوب جدا في الفتره اللي فاتت. سادس مجال تطوير الالعاب. مجال تطوير الالعاب يعني انك تبني لعبه من اول ما كانت فكره صغيره لعند ما تكون تجربه كامله يستمتع بها الناس. هتتعلم ازاي تصمم الشخصيات وتبرمج الحركات وتظبط التفاعل بين اللعبه واللاعب. فلو عندك شغف بالالعاب وبتحب الابداع هيفتح لك عالم ممتع ومليان فرص. وطبعا لسه في مجالات تانية كتير زي كلاود واليو اكس واليو اي ديزاين وكذا مجال تاني. دور وشوف وابدا شوف اللي يناسبك انت. كل مجال وليه مهارات والاقسام بتاعته ولغات البرمجه اللي خاصه بيه، يعني لازم تكون متعلم التراك ده تماما وتقدر تشتغل فيه. وفي فيديو تاني هشرح لك ازاي تختار التراك او تشوف التراك المناسب ليك. واهم حاجه يا صديقي ما تكتفيش بنبذه صغيره عن كل مجال، خد خطوه زياده وابحث بنفسك، افهم اكتر وشوف الناس اللي شغاله في المجال ده، شوفهم بيقولوا ايه. السيرش هو اللي هيخليك تختار صح. ولو حابب نتكلم اكتر عن كل مجال بالتفصيل ونشرح ايه المهارات المطلوبه او تتعلم ايه او ادواتها ايه، اكتب لي في الكومنتات عشان نكمل ونشرح كل مجال بالتفصيل. ومش تنسى اللايك والاشتراك، وما تنساش ان ابراهيم مش مجرد صانع محتوى، ابراهيم مهندس. واحب اشكر شخص مجهول على تعبه معايا في الفيديوهات وتحضير الفيديوهات والافكار، واحب اشكر احدهم على وقوفه جنبي الفتره اللي فاتت ودعمه ليا.